السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهاردة، وان شاء الله هنعمل النهاردة رز معمر في الفرن زي ما انتوا شايفين. وهنعمل كمان احلى صينية فراخ بالبطاطس في الفرن، بطعم كده زمان وريحة زمان، بحاجة كده طعم خرافة، حاجة في منتهى الجمال. قبل ما نبدأ الفيديو نسمي بالله ونصلي على رسول الله، واشكر كل حبايبي ومتابعيني اللي منوريني، ويا رب دايما يدومكم في حياتي يا رب، اللهم امين. ويصلح حالنا ويصلح حالكم جميعا يا رب. حبايبي واخواتي دايما منوريني يا رب. قبل ما نبدا الفيديو مع بعض كده، لو لسه ما اشتركتش معايا في القناه ادخلوا ونوريني باشتراكك الجميل، وما تنسانيش في الكومنت الحلو واللايك لو نسيتيه يعني، فضلا وليس امرا. شايفه صينيه الفراخ الحلوه الجميله، ما شاء الله اللهم بارك، كانت ريحتها جايبه اخر الدنيا. اول حاجه هنعملها كده، هنعمل الرز المعمر بتاعنا. طبعا انا جبت الصينيه دي لان انا هعمل فيها الرز. طبعا الرز احنا عندنا بنمسكه ننقيه الاول حلو، وبعد كده غسلته زي ما انت شايفه، وهنزل عليه بشويه ملح. وكنت جايبه كيلو حليب او لبن، هنزل بالكيلو اللبن عليه او الحليب زي ما انت شايفه اهو قدامك اهو، بالطريقه دي كده. وهتقلب بقى الملح فيه كويس. انا طبعا بسقيه سمنه بس لما يستوي، يعني هو بيتشرب في الفرن كده بقوم بسقيه السمنه بتاعته. هدخله بقى الفرن يستوي، وهنشوفه في الفرن دلوقتي عامل ازاي. بصوا بقى اللهم بارك، ادي الرز في الفرن، شايفين ما شاء الله واخد لون زي العسل. كانوا صينيتين الرز كده زي ما انت شايفه، زي الفل وزي العسل اهو. شايفين التسويه، شايفين جمال الرز، والله العظيم كان في منتهى الجمال. يلا بقى هندخل على طول. سبت الرز في قلب الفرن كده، بس انا حبيت احط لكم المقطع دوت اوريكم شكله في الفرن يعني. هنعمل بقى احلى صينيه بطاطس بالفراخ مع بعض. جبت شويه بطاطس كده حلوين، وبدات ان اقشر البطاطس بتاعتي كلها زي ما انت شايفه كده قدامك اهو. همسك اقطع البطاطس بتاعتي او اقشرها بالقشر من القشره اللي عليها. وهنبدا بقى نجهز الخلطه بتاعتنا الحلوه اللي هنعملها للفراخ. وطبعا كنت جبت فرخه بقى كده، غسلتها ونقحتها كده وشطفتها وخليتها زي الفل. غسلتها بقى بدقيق وملح وشوفوا انا بوريكم، بصوا حجم البطاطس قد ايه. انا بعملها تخينه لان انا هحطها في الفرن مع البطاطس، فعلشان على ما البطاطس الفراخ تستوي يعني تكون البطاطس تستحمل السوى. طبعا احنا مش هنرقق البطاطس، لا هنخليها تخينه كده علشان تستحمل السوى مع الفراخ وكده. زي ما قلت لك بقى، غسلنا الفراخ بتاعتنا حلوه قوي، ومسكتها نقعتها في ليمون وخل وشويه فلفل اسود او شويه كمون وشويه دقيق. وسبتها منقوعه بقى كده حوالي نص ساعه في الحبه الايه الخلطه الحلوه اللي احنا عاملينها دي. ليمون وخل ودقيق وملح وشويه كمون، والحبه تحطي فلفل حطي. خلاص البطاطس بتاعتي قطعتها كلها حلقات زي ما انت شايفه كده، ومسكتها ركنتها على جنب وحطيت عليها ميه وسبتها. هنبدأ بقى هنجيب بقى الخلطة اللي انا بعملها دايما للفراخ بتاعتي قبل البطاطس، قبل ما احطها على البطاطس. جبت بصلتين حلوين متوسطين كده، وبدأت ان انا افرمهم في الكبة. انا عايزة البطاطس البصلة بتاعتي تبقى ناعمة اهي زي ما انت شايفة كده. هنعمل ايه تاني؟ ادي البصله بتاعتنا اهيت، هنزل بشويه فلفل اسود، وهنزل بشويه كمون، هنزل بقى بشويه توابل حلوين كده، وشويه لو عندك بهارات لحمه انزلي او بهارات فراخ، وشويه ملح. وهبدا بقى ايه ادعك البصله بالخلطه او بالتوابل الحلوه دي. طلعي الميه بتاعه البصله كده، بتدي للفراخ طعم خطير، طعم تحفه اكنها بتبقى مشويه كده. وطبعا دي طبعا الفراخ بتاعتي كنت ماسكاها كده غسلها ونقعها زي ما كنت قايله لكم، صفيتها من الميه حلوه قوي، وبدات اعمل فيها فتحات زي ما انت شايفه كده. في الفراخ كلها هعمل فيها فتحات بالطريقه دي كده اهو. هي ما شاء الله كانت فرخه كبيره، فكنت مقطعاها يعني زي ما انت شايفه. هنغز الفرخه بتاعتي كلها بالطريقه ديت، هعمل لها فتحات من كل حته من اللحم كده علشان تبدا تشرب من الخلطه او التتبيله الجميله دي. وهبدا اجيب الخلطه بتاعتي الحلوه ديت، وهحشي كده في الفتحات اللي انا عملتها في الفرخ بالطريقه دي. شايفه ما شاء الله اللهم بارك. بصوا بنغزها وبدخل البصله بالتوابل في قلب الفرخه من جوه كده، علشان هسيبها شويه كمان في قلب الخلطه الحلوه ديت او التتبيله الجميله دي. خلاص هقوم نازله بقى بالخلطه بحالها كده على الفراخ، وهغلفها بقى حلوه قوي. وهنزل بشويه فلفل اسود كده على الفرخه بتاعتي، وهسيب الخلطه بقى الحلوه دي فيها كده شويه لحد ما اجهز بقيه المكونات بتاعتي، او الطلبات بتاعتي ايه، صينيه البطاطس. في نفس الكبة مطرح البصلة جبت شوية طماطم كده، انا كنت فرمة حوالي كيلو طماطم، وحطيت عليه قرن فلفل او قرن شطة سبايسي. احنا بنحبها تكون فيها ايه نسبة سبايسي، يعني شوية حرقية كده. انا بحب الاكل طبعا انتوا عارفين يكون سبايسي شوية. وبدأت ان انا افرمهم بقى في الكبة مطرح البصلة برضو، افرمها فرم ناعم قوي علشان خاطر هحطها على الايه على الفراخ بتاعتي.
طبعا الفراخ انا سبتها في التتبيله الحلوه دي شويه على ما اجهز بقيه الحاجات بتاعتي او بتاعه صينيه البطاطس. خلاص اللهم بارك كده الطماطم خلاص نعمت معايا وبقت زي الفل اهي. هنبدأ بقى نجيب البطاطس بتاعتنا او الصينيه بتاعتنا ونجهز الخلطه الحلوه بتاعتنا. البطاطس بتاعتي زي ما انت شايفه اهيت، غسلتها حلو شطفتها وصفتها من الميه اللي كنت حطاها فيها، وبدأت بقى ان انا ارصها في الصينيه كده زي ما انت شايفه بالطريقه دي كده. وكنت طبعا جبت راس توم حلوه كده قشرتها وفرمتها ناعم او دقها في الهون بقى. وادي الفراخ بتاعتي بعد ما اتبلت شويه في الخلطه الحلوه الجميله دي. اللهم بارك. هنجيب بقى شويه نحط على البطاطس بتاعتنا ايه، طبعا برضو كنت جايبه بصله كده مخرطاها اهي، غسلها كده وهبدأ برضو اخرطها كده على البطاطس. بصله متوسطه يعني، هخرطها برضو حلقات كده او طرنشات. وطبعا زي ما قلت لك قرن الفلفل السبايسي انا فرمته في قلب الطماطم، لو انت حابه تخرطيها عليها كده مفيش مشكله، لو حابه تحطي فلفل برضو مفيش اي مشكله. هنزل بقى بالبهارات بتاعتي او التوابل، شويه ملح وشويه فلفل اسود وشويه بهارات من البهارات الفراخ وشويه كمون. وهمسك كده واظبط صينيه البطاطس بتاعتي اهيت بقت زي الفل. وهسوي البطاطس، جبت بقى الفراخ بتاعتي كده وبدأت ان انزل عليها على البطاطس بالخلطة بتاعتها. عايزة اقول لكم كانت ريحتها وكان طعمها تحفة، اللهم بارك، كانت زي العسل اهي. شايفة الجمال؟ انا نزلت بقى بالحوايج بتاعت الفرخة والفرخة وكل حاجة. وطبعا الخلطة الحلوة ديت انا مش هرميها، اللي هي البصل بالتوابل هحطها برضو عليه. دي كلها البهارات والبصل والتوابل اللي انا كنت حطاها على الفراخ. دي طبعا الراس التوم اللي قلت لكم عليها دقاها فرمها ناعم. بدات انزل بها كده على الفراخ ايه هفرمها برضو او هحطها على الفراخ يعني كده ايه في قلب صينيه الفراخ بحالها، هضيعها في الصينيه. نزلت بالطماطم بتاعتي بقى وهبدا كمان انزل بشويه فلفل اسود وهنزل ببهارات تاني برضو. نملح بقى الفراخ بتاعتنا. انا طبعا ما ننساش ان احنا حاطين ملح وتوابل في قلب الفراخ فتخلي. هنزل بقى بكل حاجة برضو، فلفل اسود، بهارات لحمة. دي بهارات ديت السبع بهارات يا جماعة، برضو حط منها بتخلي ريحتها حلوة قوي قوي. وبدأت هدعك الفراخ كده في الخلطة الحلوة دي والبهارات الجميلة ديت. وبعدين هنحط كمان شوية زيت خلاص اهيت. جبت شوية ازاز الزيت كده ونزلت بشوية زيت زي ما انتوا شايفين اهو. وبعدين هحطها بقى في الفرن. كان طبعا الرز في الفرن، قمت مديها غلوة على البوتاجاز كده وبعدين قمت رايحة حطها في الفرن على طول. هتاخد معاكي في الفرن من ساعة كده لساعة وربع. وهدي عليها الفرن بقى شوية كده يعني، سيبها تغلي شوية وبعدين هدي الفرن وسيبيها بقى. اللهم بارك. ادي الرز بتاعنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، استوى زي الفل اهوت ما شاء الله، واخد لون زي العسل. طلعت الرز بقى وحطيت على طول صينية البطاطس الخطيرة بتاعتنا دي. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله زي العسل، وكانت ريحتها تحفة. وادي صينية الفراخ بتاعتي ما شاء الله ما شاء الله تحفة وجميلة وريحتها جميلة وكان طعمها والله خطير. جربوها بالطريقة ديت، او حطوا كده البصلة كده في الفراخ قبل ما تحطها عليها تحس بفرق كبير كبير. بصي الفراخ مستوية وزي العسل واخدة لون حلو جدا، حمرا كده وزي العسل. خلاص كده الاكل بتاعنا جاهز النهارده، تغيير كده واكل سهل وبسيط. وطبعا اكل الفرن لا يعلى عليه، بيخلي الفرن بيخلي اي اكل طعمه حلو. هنغرف بقى الرز بتاعنا عشان نبدأ نحط في الغدا بتاعنا بقى. وبصوا اهو، ايه رأيكم في الجمال؟ هنجيب طبق كده ونغرف الرز. هوريكم بقى الرز مفلفل وزي العسل، رز زي السكر. طبعا الرز وهو في الفرن بدأت ان انا حطيت له سمنه طبعا في الفرن كده. هو يعني ايه، قبل ما اطلعه بشويه كده حطيت له سمنه وخلاص، وخد الريحه بقى واللون الجميل زي ما انت شايفه والطعم. حط سمنه بلدي بقى المتوفر عندي. خلاص كده ايه الغدا بتاعنا، هنحط الغدا بقى وهنتغدى، وتعالوا اتغدوا معانا. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم النهارده، وما تنسونيش في اللايك الحلو منكم والكومنت الجميل. اهو بصوا بوريك شكل الرز مفلفل وزي العسل واخد لون حلو قوي من تحت ومن فوق. ادي الاكل بتاعنا النهارده، غدا سهل وبسيط كده وسريع. ويا رب يكون عجبكم الفيديو بتاع النهارده، وما تنسونوش في اللايك حبايب قلبي، وما تنسوش تصلوا على رسول الله في الكومنتات. واشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.